ما هي حلول الارت بلوك؟ كيف اتخلص من الارت بلوك بتاع الرسم؟ حلو اقتراح الاستراحة ده. A few moments later. 2 hours later. 1 eternity later. Say yes, I will cleanse my soul for the سدوا ودنك بسرعة. هو احنا كنا بنتكلم في ايه؟ من ساعة ما بدأت السنة الجديدة وانتوا هتموتوا على فيديو جديد. انتوا فاكرين انها مرقعة مني، ولكن في الحقيقة اني اعاني من الارت بلوك والدنيا مغيبانة معايا خالص. كل الناس بتبدأ السنة الجديدة بنشاط وحماس، وانا اللي لقيت الارت بلوك مستناني. قلت استنى لما فوق واروق كده وبعد كده اعمل لكم فيديو حلو ولذيذ كده عشان ما احسسكوش بألامي. بس رجعت قلت ليه اتنكد لوحدي وانا عندي اخواتي هنا ممكن انكد عليهم هم كمان. معلش يعني انتوا تاخدوا كل الفيديوهات الحلوه وانا اقعد ابكي هنا في صمت؟ لا مش فير. يعني عيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. المهم يعني وبعد المقدمه المحفزه دي عملت زي ما اي حد في العصر الحديث بيعمل، ورحت استعين بشات جي بي تي. ولاني اسمع ان العالم يحل مشاكله الان بشات جي بي تي جاب جي بي جي، قلت اكيد هيبقى عنده افكار جديده ومبتكره لورطه الارت بلوك دي. لكن في الحقيقه اجاباته ما ابهرتنيش. واضح كده ان شات جي بي تي هو اللي عنده ارت بلوك. عشان كده انا وانت هنقفز مع بعض الى قاع تجارب سابقه مع الارت بلوك وهننتزع الحلول اللي جابت نتيجه معاك. ولا الموضوع مش اختياري، فاحسن لك تسد مناخيرك بسرعه. الارت بلوك بيحصل لاسباب مختلفه: فقدان الشغف، عدم الثقه في رسمك وفي نفسك، لايف از نوت دايجوبل، واسباب تانية كتير. واول خطوه عشان نتخلص من الارت بلوك انك تحط ايدك على السبب. عشان كده في الفيديو ده هقول لك على 9 اسباب للارت بلوك، منهم حلول كان المفروض انها تخرجني من الارت بلوك بس جابت معايا نتيجه عكسيه. قبل ما نبدا الفيديو حابه اقول تنويه صغير: الفيديو ده فيه عنف. ما بتكلمش عن عنف اللعبه، بتكلم عن عنفي انا في تقديم النصايح. انا بقسو عليك دلوقتي عشان مفيش ارت بلوك يقدر عليك بعد كده. هاشتاج طفلة. تعالى نبدأ بأول سبب، وهو أنا ليه رسومات الناس التانية أحلى مني؟ المشكلة بتبدأ لما أنت بكل براءة بتتفرج على رسومات رسامين تانيين عشان تجيب لك أفكار وإلهام تيجي تخرجك من الأرت بلوك. لكن إلهام بتركبك قطر 6 إلا تلت، واللي بيجي هو خازوق المقارنة. وبدل ما الهدف ان انت بتاخد افكار من رسومات غيرك، الموضوع بيقلب معاك بجلد ذات وعذاب وقرف. وبدل ما عينك ما تشوف افكار، تشوف فرق المستوى بينك وبينك، وصوتك الداخلي يطلعك مسرح ويقول انت عمرك ما هتوصل للمستوى ده فبلاش منها احسن. حل الموضوع ده في جملة بسيطة جدا: انا اولى من الغريب. واول ما وحش المقارنة يبدأ يهل، طلع رسوماتك القديمة وقارن مستواك دلوقتي بمستواك زمان. اكيد هتلاحظ تطور، ولما جرعة الثقة دي تيجي منك انت هتفرق. طب انا اتفرجت على رسوماتي القديمة وما لقيتش تطور، يبقى هاخدك من ايدك ونروح على السبب التاني، وهو انا ليه رسمي مش بيتطور. تسمع مني بقى، انا جايلك من المستقبل وبقول لك مشكلتك في اساسيات الرسم. فاكرها اساسيات الرسم انت عمال تهرب منها دي؟ سايبها وشغل نفسك بالممارسه. قال ايه؟ اصلا انا برسم كل يوم عشان اتطور. هتتطور ازاي والاساسيات في الشلاحات؟ ازاي؟ وهنروح بعيد ليه؟ قرن 2021 مشكله اساسيات وغيره غلطات بتتكرر هي مع كل رسم. عشان كده الممارسه المستمره مش بتجيب نتيجه معاك، وبيجي لك احباط بسبب انك ما بتشوفش تطور. نعمل ايه بقى؟ نوقف رسم شويه ونراجع على الاساسيات تاني، نشوف نقط الضعف في الرسومات القديمه ونستخدم الاساسيات تاني في ان احنا نظبطها. نخش على ثالث سبب، وهو في الحقيقه مش سبب، هو المفروض انه حل للارت بلوك بس كان بيجيب معايا انا ارت بلوك، وهو ارسم حاجات جديده. انا اصلا فاقده الشغف، وفي حاله لا تسمح اني اخرج من الكومفورت زون. تقوم تقول لي ارسمي حاجات جديده؟ ستوبيد يور. وهنا لما كنت برسم حاجات جديده بلاقي نفسي مش عارفه ارسمها فباحبط اكتر. انا فاهمه ان النصيحه دي جايه ان انت ترسم حاجات جديده فتخرجك من الملل الابداعي اللي انت فيه، لكن لو بتجيب نتيجه عكسيه فبلاش منها. الصح بقى انك ترسم حاجات قديمه. والله زي ما بقول لك، اللي اقصده بان انت ترسم حاجات قديمه انك ترسم الحاجات اللي انت متمكن منها وعارف ان انت بترسمها كويس جدا، لان في اثبات انك بتعرف ترسمها في رسومات قديمه حتى لو النتيجه ما طلعتش احسن
احسن حاجه في فتره الارت بلوك رسوماتك القديمه هتبقى الاثبات ان ده مش مستواك الحقيقي وانك احسن من كده، هي بس فتره وهتعدي. لكن ما تبقاش حد عمره ما رسم زرار قميص حتى وتقرر ان الحاجه الجديده اللي هترسمها هي اللبس معقد ومليان تفاصيل كتير وانت ما عندكش شغف بجنيه. هل انا بقول ان احنا ما نرسمش حاجات جديده؟ انك ترسم حاجات جديده ده شيء اساسي، بس مش لازم وانت عندك ارت بلوك. ارسم حاجات جديده وانت كويس. ندخل على السبب الرابع وهو من اشهر اسباب الارت بلوك. انا ليه الرسمه ما بتطلعش زي اللي في دماغي؟ انا اقول لك على حاجه تهون عليك وتخليك تامبريس الموضوع ده كده وتحضنه. انت لسه ما لقيتش ستايلك في الرسم، هو ده السبب. وكلمه ستايل دي انا اقصد بيها نوعين من الستايل. النوع الاول هو النوع اللي انت هتبقى معروف بيه وخاص بيه، وده لسه مش هيظهر دلوقتي خالص، ده مع بوادر الاحترافيه كده ان شاء الله. الستايل التاني هو الستايل اللي هتتبناه وهتبدا ترسم رسوماتك بيه لفتره، وهو ده الستايل اللي انا بتكلم عنه. زي ما انا عملت بالظبط في ستايل السيمي رياليزم، قعدت فتره طويله ارسم بيه لحد ما بقيت اي فكره رسم تجيلي بتخيلها بالستايل ده، ولما باجي ارسمها بتبقى قريبه جدا من اللي في دماغي. انا بقول على ستايل السيمي رياليزم كمثال، لكن انت اختار الستايل اللي يعجبك. اصبر بس على نفسك شويه لحد ما ايدك تاخد على الستايل ده وتبقى متعود عليه، وما تقلقش رسوماتك مش هتبقى شبه الباقيين زي ما انت فاكر. ولو محتار تبدا منين، اكتب كلمه فان ارت في بنترست وارزع جنبها اي شخصيه انمي بتحبها، هتلاقي كميه رسومات للشخصيه دي كل الستايلات اللي على الكوكب. نقي اللي انت عايزه وادعي لي، ساعتها لما تجيلك فكره شخصيه هتلاقي نفسك بتتخيلها بالستايل ده من كتر ما انت اتعودت عليه. رقم 5 بقى هي المفضله ليا، وهي جمله سخيفه كفيله انها تجيب ارت بلوك العيله بحالها مش لواحد بس. حتى لو العيله دي مفيش حد فيها بيرسم. الرسام الحقيقي هو اللي بيرسم من خياله وما بيستخدمش ريفرنس، ولو انت بتستخدم ريفرنس فانت مش رسام حقيقي. اللي يقولك كده خش على رقم 6، وهي في الحقيقه نصيحه بتقول التدرب على الرسم every day keeps art block away. هديله واحده، استمراريه السعي لا تعني حتميه الوصول. شفت العمق؟ حاول تفهمني، انا مش ضد ان انت ترسم كل يوم، بس ضد ان انت ترسم كل يوم. هي حاجه بتتحول لروتين بتفقد حلاوتها. انا بحس كده الصراحه، خصوصا لو انت بتعمل الحاجه دي اصلا عشان تخرجك من الروتين. تقوم انت بقى عامل ايه؟ حاططها في روتين وعامل لها جدول كده كل يوم من 6 ل 9. طب ازاي يعني انت كده عملت كل حاجه تجيب لك ارت بلوك على الجاهز؟ زي بقى على كده موضوع التوقعات. انا عدى جمعتين برسم كل يوم وما اتطورتش، في حاجه غلط. والله لو في مسابقه انت هتشترك فيها ومحتاج ان انت تتطور في وقت معين ماشي، لكن غالبا لا. فليه مستعجل على ايه؟ حد بيجري وراك؟ على مهلك يا اسطى، احنا مش في سباق. ومن هنا نقفز على النقطة 7 اللي انا بعملها دلوقتي، وهي انك تاخد بريك. مش عايزاك تحس بالذنب انك ما تستحقش البريك ده. زهقان من الرسم وعايز تاخد بريك؟ خد بريك. بس حتى يا عزيزي الرسام البريك ملوش امان. ايه ده؟ حلوة، لان انا عارفة ان مشكلتك مش في الزهق ولكن في الخوف من انك لو خدت بريك تلاقي نفسك حبيتش الموضوع قوي. عشان كده اخترعت نظام عبثي بعمله فترة البريك عشان الموضوع ما يبهوأش مني، وهو نظام شوق ولا تدور. ركز معايا بقى كده وطرطق لي ودانك. هنضحك على مخنا ونحاول نعمل تغذية بصرية لخيالنا بطريقة غير مباشرة. تمارس حياتك بشكل طبيعي جدا. لو بتحب القراية اقرا روايات، لو بتحب تتفرج على افلام اتفرج، لو بتحب الفيديو جيمز العب فيديو جيمز، وهكذا. تركية بقى في الجانر، لو هتتفرج على فيلم اختار فيلم خيال علمي او سوبر هيرو، لو هتقرا روايه اختارها انها تكون فانتازيا او فيها سحر او عالم موازي. كل الحاجات دي هتعمل لك تغذيه بصريه بنت لذين. يجي مخك بقى ايه؟ يحاول يمسكك متلبس، يقول لك ايه ده انت بتعمل، انت بتحاول ترجع الشغف ولا ايه؟ لا خالص، ده مش بتاع الكلام ده، مش اخلاقي. فيلم، في روايه، في فيديو جيم، هتلاقي دماغك عماله تنتج افكار، تخيل شخصيات وعوالم، وهي دي الفتره اللي انت فيها بتشوق. بس ما تمسكش قلم، انا بقول لك اهو، اقعد لك كده في الحاله دي يومين 3 4 5 لحد ما تيجي في وقت مش قادر تقاوم كل الافكار اللي في دماغك اللي انت عايز ترسمها. ساعتها بقى ممكن تدور، طلع بقى فكره شخصيه وابدا بقى ارسمها واحده. يجي بقى واحد ايه عايز يتذاكر يقول لي انا لا بتفرج على افلام ولا بقرا روايات ولا ليا في جو الفيديو جيمز والكلام ده، ما عنديش افكار، حلها. طبعا انت فاكر ان انت حطيتني في خنتليا، لكن احب اقول لك ان انا امتوست بسهل، لان هو ده السبب الثامن من اسباب الارت بلوك. انا ما عنديش افكار للرسم، على الرغم ان بنترست موجود ومليان بافكار للرسم ما بتخلصش، بس ساعات بيبقى قلة البيت اوفر. عشان كده احنا هنركن بنترست ونروح لانستجرام، وكلمة السر تحديات الرسم، زي مثلا تحدي draw this in your style، وهو من التحديات المحببة إلى قلبي لأن مستواي اتطور جدا بسببه. أنت عندك رسمة كاملة متكاملة بشكلها، بوضعية الجسم، بألوانها، بكل حاجة، وكل اللي عليك إنك تعمله إنك ترسمها تاني بطريقة. لا توجع دماغك بقى بريفرنس وهستخدم ألوان إيه، هي جاهزة، انقلها زي ما هي. فكرة تانية إنك ترسم OC، بس مش OC من خيالك لأنه أصلا فاضي من الارت بلوك. نتخيل إن
انت جوه عالم جوجوتسو كايسن. تحب تتخيل شكلك ازاي عشان تبقى حلوة كده ونفرح بيك وانت بتخطف كل البنات من جوجو؟ ما تحاولش تنكر، انا عارفة ان انت في دماغك تخيل شخصيا. انت مشكلتك ان تانك الافكار فاضي، والتحديات دي هتملى لك تانك الافكار، وانت كل اللي عليك ترسمهم باي طريقة واي اسلوب وزي ما تيجي. مش وقت خالص تقيم رسم. نيجي للسبب التاسع والاخير والاخطر على الاطلاق. انا بنسى انا برسم ازاي. وانا هنا مش بتكلم عن اللي قطع رسم شهر وعايز يرجع يرسم يستاهل القرص من فخاده. انا بتكلم عن اللي رسم رسمه اول امبارح وجاي يرسمها تاني النهارده وبرضه مش عارف يبدا منين. السبب في كده ان انت ساحل نفسك ما بين توتوريالز كتير، وكل ما تعدي على توتوريال تلقط منها حاجه. يعني ما تفتح توتوريال تلاقي العين فيها بتترسم على شكل دايره، توتوريال تانية بترسمها على شكل مستطيل. انا كان بيحصل معايا الموضوع ده برضه بس في التلوين اكتر مش في الرسم. لما بدات الرسم الديجيتال كان كل واحد بيلون بطريقه غير التاني. واحد يلون الوش بلون برتقاني فاتح، واحد تاني يلون الوش بلون بامبا فاتح. واحنا هنا بنتكلم عن اللون الاساسي، لا بنتكلم في درجات اضاءه ولا ظل في الاول خالص. فكل مره لون البشره ابقى مش عارفه الونها باني طريقه، ابقى ناسيه الخطوات ودرجات الالوان اللي المفروض استخدمها للظل والاضاءه مع لون البشره ده ومع لون البشره ده. فمن كتر التشتت ده الدنيا بتسيح على بعض، وكل مره الرسمه بتطلع مختلفه عن اللي قبلها. فعشان كده قررت ان انا اعتمد على طريقه واحده في التلوين، لو انا مش راضيه عنها بنسبه 100% في الاول بس اكون رسيت على بعض واعتمدت طريقه اقدر اكررها وما انساهاش. بعد كده بقى حبيت اضيف حاجه زياده، اغير حاجه، هيبقى الموضوع سهل. عشان كده بقول لك ابدا بتوتوريال او 2 ثبت فيهم بس الاساسيات بتاعه الرسم، بحيث ان انت كل مره ترسم فيها خلاص انت حافظ الخطوات اللي هتعملها. بعد كده عايز تجرب اسلوب جديد، تجرب طريقه جديده، تغير حاجه براحتك، هيبقى الموضوع اسهل بكتير. كده ابقى سلمتك ترسانه اسلحه تقدر تتغلب بيها على الارت بلوك لو جالك منين. وهستناك تقولي في الكومنتات بتريليت لانهي سبب اكتر. انا شخصيا اكتر سببين كنت بريليت ليهم، انا حاسه ان رسمي مش بيتطور وبنسى انا برسم ازاي، لاني قعدت فيهم سنه او اكتر انا برسم بس مستواي واقف مكانه ما بتحركش. فالسببين دول بيحزوا في نفسيتي. وما تنساش تقولي الحلول اللي عجبتك واللي ناوي تجربها في الارت بلوك الجاي، بتشر عليك يعني. هستناك تقولها لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب ليا. والشكل الحيط وقفك ليا. انا اسفه انا اسفه انا اسفه انا زودتها، انا اسفه. هي القافيه حكمت بس والله، بس حقك عليا. بص هصالحك وهسيبك مع كواليس اللعبه دي وانا بلعبها، عشان لو اتكنسلت بعد خفه الدم اللي انا لسه عاملاها دي فنفتح قناه للجيمنج ونغير الكارير. لا 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 لا. It was at this moment that he knew he fucked up. اعتقد ان انا كده خدت جزائي خلاص. يا ده انقذني يا ده انقذني يا ده، انا بموت قدامك اهو. A few moments ago. خليني بس اوريكم حاجه بجد مستفزه. بصوا هنا انا بموت تمام، المفروض ان الراجل اللي عليه علامه زرقاء ده ينقذني لان هو معايا. حتى بصوا هو بيحاول يطلع، ايه ده؟ واو ده بيطلع من تحت الارض. المهم اللي يحصل بقى، الراجل اللي خلص عليا النار تمسك فيه، يموت عادي زي البني ادمين ولا ينقذ نفسه حتى؟ لا، يعمل ايه بقى؟ يفكر في ال3 ثواني اللي هو بيولع فيهم انه ينام عليا عشان النار تمسك فيا انا كمان. فالراجل اللي معايا ما يعرفش يطفي النار وما يعرفش ينقذني. فبجد يعني هي خطة في منتهى الذكاء. تعال اقول لك على حركه روشه انا بعملها لما ببقى طايره بالوينج سوت وعايزه اقفلها. ما بفتحش الباراشوت من بدري علشان بيفضل ينزل بقى ايه بطيء، فعشان انزل بسرعه بفضل اقع كده وافتح الباراشوت كده قبل ما المس الارض تبقى 10 متر.